أهلا أصدقائي. فاليوم غنجاوبوا على السؤال ديال علاش الرجويين فرحانين بغلاء التذاكر اللي وصل ديالها 200 درهم للتذكرة في المدرجات المكشوفة و 300 درهم للتريبين وغير ذلك 500 درهم للمنصة الشرفية. فكما شفتوا البارح تعلن على التذاكر، وبالتالي أن الديربي غيتلعب بالجمهور. ف 3 سنوات الرجاء عندما تستضيف الوداد فالديربي كيكون ويكلو، وهذا العام استثناء، فبالتالي الرجاء غتدخل واحد المداخل مهمة. نرجعوا للسؤال ديالنا علاش الرجاويين فرحانين، واغلب الصفحات الرجاويه ناشطه وفرحانه انها التذاكر وصلت ل 200 درهم. فجميع الرجاويين كما كتعرفوا انهم عندهم لي كارت دابونمون اللي كيساويو 500 درهم، وبالتالي الاغلبيه ديال الرجاويين اللي ما نقولوا تقريبا واحد 15000 كارت دابوني، دونك تقريبا بقات الرجاء واحد 10000 حتى ل 15000 اخرى. الا قلنا واحد 10000 حتى ل 15000 اخرى هما الناس اللي نقولوا رجاويين، ولكن ما كيجيوش بزاف التيران، فكيجيو فقط للمناسبات وفقط المباريات المهمه بحال الديربي، بحال مباريات ديال العصبه. فبالتالي الرجاويين ناشطين لانهم ما غاديش يخلصوا 200 درهم عكس الوداديين هما اللي غيخلصوا، هما اللي غتجيهم التذكره غاليه وغاليه بزاف. فالبدراوي بالغ في التذكره، لكن فالديربي عنده احكام. الديربي غيكون في واحد الليله رمضانيه ممتعه، غيكون في سمر رياضي جميل، وبالتالي فالبدراوي ارتأى انه يرفع من التذكره ديال الديربي. وبالتالي فالمداخيل ديال الرجاء غتجي فقط من جمهور الوداد، اللي كاين بعض الاصوات فيه كتنادي انها يكون مقاطعه لهذا الديربي، بينما الفئه ديال الليوينرز جمهور الكورفا نور ديال الوداد فتقريبا اقتنات ما يعادل واحد 10000 تذكره. وبالتالي الرجاويين كيبسطوا انه كيقولوا انهم جماهير الوداد او جماهير فريميجا هي اللي خلصات الضوء بالنسبه للرجاء. فبالتالي هذه المعادله كتبقى صعيبه. شفنا كذلك بلاغ ديال المنخرطين، لا منخرطي الوداد لا الرد ديال منخرطي الرجاء. صراحه الديربي عنده واحد الاجواء هي جميله، ولكن ما يخرجش على التعصب، ما يخرجش على العنف. فبالتالي نوجه الجماهير الرياضيه سواء الوداديه او الرجاويه انه يستمتعوا بهذا الديربي. الاحتفالات تكون التشجيع يكون، لكن بدون عنف، لان صراحه هذا تحدي ان الماتش تلعب الديربي في الليل. وكنتمنى ان مثلا مقابله الريمونتادا التاريخيه للرجاء انها تكون فيها الديربي، او ما نشوفوا الكره، ما نشوفوش ماشي توجه ديالي ان نشوفوا شي ريمونتادا رجاويه، ولكن نشوفوا الكره، نشوفوا اللعب الممتع. لان اخر مقابله جرات في الليل هي اللي كانت بحضور الجمهور، هي اللي تلعبت في كاس العرب، وشنا المستوى اللي كان فيه هذاك الديربي اللي كيبقى من افضل الديربيات التاريخيه على الاطلاق، لا فرجه لا احتفاليه لا الكره. وبالتالي نضرب لكم موعد في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنساوش جيم وبارتاج دائما، وإلى اللقاء في فرصة ممتعة إن شاء الله. مع السلامة، وأتمنى تساندونا في هذه القناة ديالنا، احنا مازال في البدايات. إلى اللقاء وفي فرصة قادمة إن شاء الله.